السلام عليكم. الله يساعدك اخوي ابو بكوري الورد. هذا الحل الصحيح والناجح لمشكلة المي خصوصا بالصيف. انا استخدم هذا الحل من 10 سنين هسه، ولو انا يعني صار عندي ظرف وشلت البرج وشلت الطيور، بس هذا الحل مجرب. هذا الحب القديم، وهذا اللي جواته هو حب النقط اللي ينزل ماي بيه مي صافي وبارد. وانا شو مسوي له؟ مسوي القبة هاي الصينية، انا مسوي بيها طواف مثل طواف المبردة، طواف صغير وتربط عليه صندة تنسى الماي. بس اهم نقطة انه هذا الحب يكون داخل البرج، ما يشربوا منه العصافير، لانه العصفور ينقل مرض للطيور. وبس شرط انه بالاسبوع مرة واحدة تنظفه فرشة نايلون، هاي فرشة نايلون مال تنظيف، مرة واحدة، لأنه يصير عليه مثل الحشائش. بس راح الطيور والحواوين يشربون ماي خلال الصيف، ماي صافي وبارد بنفس الوقت، وتخلص من مشكلة المطارة إذا تعوفها ساعة زمان يغلي الماي، تخدر عليه شاي. وهاي المشكلة يعني أزلية مع المطارات بالصيف. هذا الحل مال أهلنا ومال الغوالي، يعني يغنيك. كل برج واحد من هذا تخلي داخل البرج، واحد من هذا وتنساه، واذا ربطت عليه صندة على الطواف بعد تنساه للتالي. وهسه راح اشوفك الطيور عندي جوا شلون دا يشربون منه. هاي ابو بكوري الطيور طبعا عندي كلها مقاصيص، بس اهم شيء هذا حب النقط يكون عالي، وتخلي له فد شيء تسنده، اما تخته او خشبه او صندوق، يصعدون عليه ومن هناك يشربون. الطيرة هسه يعني صار بدها تشرب من حب النقط، يكون ماي صافي وبارد طول فترة الصيف. وهاي الصوندة مربوطة بالحب يعني. هسه نشوف. هاي الطيور هي تصعد، ولا تخليه على القاع على مود الوسخ، لا يصير وسخ، مرتفع شوية على المحمل، والطيور هي تصعد وتشرب. ويا ريت هذا تطبقه انت عندك بالابراج